تعال. هل تعلم أن عمر بن الخطاب جلس مع عائشة ولمس أصابعها وقال حس أوه لا تصدق؟ شاهد معي. جاء في كتاب صحيح الأدب المفرد للبخاري بقلم الألباني يقول عن عائشة قالت كنت آكل مع النبي حيسا فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي فقال عمر حس أي إيش هذا؟ ماذا يعني حس؟ يقول حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما عضه وأحرقه غفلة كالجمر والضرب ونحوها. الله. عمر أحس بالفزع والحرق لما لمس أصابع عائشة وقال لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب والحديث صحيح. الله. إيش هذا يا جماعة الخير؟ ما هذه المصيبة؟ نفس هذا الحديث جاء في مصدر آخر، جاء في كتاب اليسير في تفسير اختصار تفسير ابن كثير بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد يقول وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن عائشة قالت كنت آكل مع النبي حيسا في قعب. النبي جالس في أمان الله مع زوجته المحترمة يأكلان حيسا وفجأة فمر عمر. ماذا؟ هل رسول الله يترك باب بيته مفتوح أمام أنظار الناس لأنهم رأوا مرور عمر؟ هل عمر دخل البيت بدون إذنهم؟ أو ربما أن رسول الله كان جالسا يأكل في الشارع مع زوجته فدعاه فأكل. الله. هل رسول الله يقبل بجلوس زوجته مع رجل أجنبي على مائدة واحدة؟ فأصاب إصبعه إصبعي. الله. كيف لمس عمر أصابع عائشة؟ أليس كل شخص يأكل مما يليه؟ فلماذا عمر ذهبت يده إلى أصابع عائشة؟ هل عمر نيته الأكل أم لمس أصابع عائشة؟ وكيف رضي رسول الله بهذا الشيء؟ أين غيرة رسول الله؟ بل من منكم يدعو صديقه ليأكل معه في طبق واحد مع زوجته حتى يلمس أصابعها؟ ما هذه المصيبة؟ فقال حسن أوه. عمر يقول حسن أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب وسنده حسن. فبسبب غيرة عمر نزل الحجاب، يعني عمر أغير على نساء رسول الله من رسول الله. أليس هذا طعن في رسول الله وفي عائشة؟ من الذي يطعن الآن في عائشة؟ هل الشيعة أم أنتم؟ وكل هذا من أجل اختراع فضيلة لعمر أن بسببه نزل الحجاب. فلا حول ولا قوة إلا بالله.